بعد كده احزاب اليسار، واشهر الاحزاب اللي اتكونت بعد الثوره من التيار اليساري هو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. واحد الوكلاء المؤسسين هو عبد الغفار شكر، اللي هو طب يساري معروف. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، البرنامج بتاعه يعني very interesting. بيتكلم اولا على فصل الدين عن السياسه تماما بوضوح، بيدعو الى جمهوريه برلمانيه، واهم نقطه بيتكلم عليها انه التغيير مش مجرد سياسي، لا التغيير اجتماعي ايضا، وده من خلال اجراءات مهمه لازم تتم، زي صرف اعانات البطاله، في قروض بيدفعوها بياخدوها الفلاحين والعمال عشان اراضيهم كده، هو بيدعو لالغاء القروض دي. الضرائب التصاعديه، بمعنى ان انا كل ما الانكم بتاعي، كل ما دخلي بيزيد، كل ما الضريبه بتاعتي بتزيد، انه مش واحد بياخد 100 جنيه زي واحد بياخد 10000 جنيه، الاثنين يدفعوا 10% ضرائب، لا انا لو باخد 10000 جنيه ادفع 20% ضرائب، مش زي اللي بياخد 100 جنيه. بيتكلموا برضو على وقف برنامج الخصخصه، ممكن تأمين بعض الشركات اللي اثبت فيها انها اتباعت وفيها فساد مالي، اموال التأمينات والمعاشات اللي هي تقدر بمليارات ومحدش عارف هي بتروح فين وكده، فبيدعوا لاستردادها. بيتكلموا مش بس بيتكلموا على حد ادنى للاجور، لا بيتكلموا على حد اقصى للاجور كمان. نقطة برضو مهمة جدا مميزة في برنامج الحزب اللي هو محاربة التمييز على أساس طبقي أو عبر التوريث والواسطة، اللي هو حاجة منتشرة جدا في مصر، إنها دي حاجة لازم تنتهي، إنه دكتور في الجامعة يعين ابنه، مبارك يعين ابنه، كل واحد بيدعو إنه الشرطة تبقى مدنية، ويبقى تحت قيادة مدنية برضه، ويبقى في عليها إشراف قضائي وإشراف شعبي، ما تبقاش الشرطة زي اللي حصل النهارده كده ما حدش بيحاسبها، بيعملوا اللي هم عايزينه. برضه نقطة بتميز البرنامج الحزب إن هو ضد التطبيع مع إسرائيل، بيدعم النشاط أو دعم النضال الشعبي الفلسطيني، حتى الدعم المسلح، لكنه برضه بيقول إن هو ضد الدعم العنف ضد المدنيين العنف. آخر الأحزاب اللي احنا هنقدمها النهارده هي حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو برضه يعني تصنيفه بيختلف من حد لآخر، لكنه يعني تيار يساري وسطي برضه. في ناس كتيرة قوي مشهورة من الوكلاء المؤسسين، دكتور أبو غار اللي هو من حركة 9 مارس بتاعت استقلال الجامعات، نائب رئيس الوزراء وزير المالية حازم الببلاوي، دكتور عماد جاد، في ناس كتيرة قوي مشهورة في الحزب ده. اللي بيميز الحزب المصري الديمقراطي ان هو تقريبا الوحيد اللي بيقول انه اهميه اقامه نظام برلماني رئاسي مختلط، انه لا ما بيقولش ان احنا لازم نبقى برلماني بس او رئاسي بس، بمعنى مختلط ان السلطه تبقى موزعه تقريبا بتساوي بين الرئيس وبين الحكومه وبين البرلمان، او اسف يعني الرئيس والحكومه كسلطه تنفيذيه والبرلمان كسلطه تشريعيه، وطبعا استقلال القضاء ده تقريبا في شبه اجماع عليه، كل الاحزاب اللي فاتت دي بتدعو الى استقلال القضاء. فاللي بيدعو ليه حزب المصري انه يبقى نظام رئاسي برلماني مختلط، انه الرئيس ليه سلطات معينه، البرلمان برضه في ايده سلطات معينه، في توازن بينهم. برضه المواطنه، حق المصري في التعليم والصحه، يعني حاجه ناس كتير ما ذكرتهاش، هي الاحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصه المعاقين، حقهم في ان هم يمارسوا السياسه كامله بلا تميز، وحقهم برضو
في الحقوق الاقتصاديه. برضو حاجه مميزه ان هو يعني برنامجه فيه الغاء كافه التشريعات اللي بتميز بين المواطنين على اساس النوع بين الستات والرجال. من افكار الحزب برضه انه فكره ان انا اعمل كوتا للمسيحيين عشان احل المشكله الطائفيه في مصر عمرها ما تحل. اللي يحل ان انا احط اسس مبنيه على الكفاءه، ان انا بعامل الناس بالتساوي، انت كفء يبقى تتعين، انت مش كفء ما تتعينش، هو ده اللي يحل المشكله. انما فكره ان يبقى في كوتا للمسيحيين هو شايفين ان ده عمره ما هيحل المشكله. في نقطه برضو دي مهمه جدا في رايي، انه الفساد في مصر كان مقنن، انه القانون نفسه، بمعنى مثلا انه زي الحكومه بتاعت نظيف كانت كلها رجال اعمال بيستفيدوا بموقعهم الحساس جدا كوزراء، وفي نفس الوقت عندهم اعمال بيتربحوا منهم، ومفيش اي حدود بتفصل بين فين انت تقدر تحط حد فاصل بين شغلك وكله بيختلط في بعض. وفي احيان كتير ده بيبقى قانوني، يعني القانون نفسه مش واضح في النقطه دي، فهم يدعوا انه يبقى في قانون واضح يفصل بين تحالف السلطه والمال، انه ما ينفعش ابقى عندي مصالح اقتصاديه كبيره وان انا ابقى مجلس شعب بدون عضو في مجلس شعب بدون اي رقابه، او ابقى وزير بدون اي رقابه، ان انا ممكن استغل سلطتي. وده اللي كان حاصل في مصر، انه وزراء مثلا كتير كانوا عندهم شركات وبيستخدموا منصبهم وبطريقه قانونيه ان هم يتربحوا من الكلام. النقطة برضو اللي هي معظم الناس بتتكلم عليها، اقتصاد السوق برضو، بس ملتزم بالعدالة الاجتماعية.